فيديو تاني جديد لكلاب الحراسة وازاي بنقومها. وطبعا هجيب لكم من الزاوية اللي تقدر تخليكم تحكموا اكتر ازاي احنا بندرب الكلاب، او ازاي الكلاب بمستواها بيبقى يعلى ازاي من خلال التدريب حصة بحصة. فجبت لكم الزاوية دي عشان تشوفوا تصرفات المدرب المهاجم. ضغط الفنية، بصوا شايفين حركة عاملة ازاي. شايفين المدرب محافظ على المسافه ازاي، ما بيكبس على الكلب من اول مره. الكلب جديد لسه بنديله ثقه في نفسه، وبنبين له ان احنا اللي خايفين مع حركات الاستفزاز، او استفزاز بالذات الغريزه عند الكلب. نستفز الغريزه عشان يشتغل. الكلام ده كله هنوريه لكم زي ما انتم شايفين. والكلب الاول مره برضو اول حصه من الزاويه العكسيه، او من ورا الكلب، عشان نقدر نشوف تحركات المدرب والفنيات بتاعته. امتى يخش على الكلب، امتى يرجع لورا. طبعا الكلب هنا لما بيكون خايف ما باكدلوش الخوف، انا ما بضغطش عليه اكد له الخوف. في ناس تلاقي الكلب خايف تروح كابسه عليه اكتر، لدرجه انها بتديله التاتش وبتضربه، والكلب يتاكد ان انت هتاذيني. ده معناه ان انا كده بقفل الكلب. انا المفروض ان اخلي الكلب عنده ثقه في نفسه واخد وقتي، ما عنديش مشكله. لو حد مستعجل على الكلب يبقى يعرف ان الكلب ضعيف، ما عندناش مشكله. عايز الكلب يبقى قوي يبقى اخد وقتي، شرط ان ما ببوظش الكلب، لان في ناس تاخد وقتها وفي الاخر تبوظ الكلب، تخلي الكلب يطلع زي ما بدأ. ف ان انا اعلي الكلب واديله ثقته في نفسه، ده اللي بيحصل دلوقتي. شفتوا فجأة راح مغير الريتم مرة واحدة، عشان ما تتعودش على رتم واحد وأداء واحد وحركة واحدة. ونراعي كمان يعني فرق السن. يعني الكلب لما بيكون صغير، هي كلبة صغيرة دلوقتي عندها 6 شهور 7 شهور، يعني الشخصية بتفرق. كل ده بياخد معانا حسابات تانية. شايفين هي برضو بتاخد الثقة في نفسها شوية بشوية. في اي نعم في مواقف بتقولك ارجع، لا مش قادرة، ما ينفعش، ده اقوى مني، الكلام ده كله. اهم حاجة تأكيد ان هي اقوى منها، ديت ما ينفعش. يعني مثلا حد لقى الكلب بيقول له انت اقوى مني، يروح المهاجم مأكد له ان هو اقوى من الكلب. الحاجات دي علمتها لناس كتيرة قوي يعني، الله يسهل لهم. ففكرة قراية دماغ الكلب حتى في الحراسة ده بيجي من الديكوي. انت ممكن تلاقي ديكوي خام مش عارف اي حاجة، وظيفته انه يهاجم بس. انت كمدرب بقى بتقدر توظفه وتقول له ارجع ما ترجعش، تتكلم معاه. حد بيتنطط كده زي القرد، ازاي برضه تستغله في انك تشرس الكلب. زي ما بنقول استفزاز الغرائز عند الكلب، الاستفزاز دوت. بعد كده انا خليلي. شفتوا الكلبة كان ليها فيديو قبل كده، كانت ضعيفة جدا وخايفة،
وانا زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو، انا بصور لكم الزاويه العكسيه عشان تشوفوا حركات المدرب ازاي. لو لقيت بقى مدرب عندك بيضرب كلبك، وقف الموضوع فعلا. الموضوع بقى منتشر قوي في مصر بطريقه غبيه، ضرب الكلاب ولسوعتها عشان تشتغل، وده كل ده الناس دي مش فاهمه على فكره. احنا دلوقتي ما اسلناش الكلب خالص. شوف هي جت تنسحب لما لقيته جاي، وهي لقت نفسها مش هتعرف تهرب. اواجه، هو ده اللي احنا بنقول عليه، ان احنا نحط الكلب في المواجهه، ما يبقاش هرب. انت عارفين بقى لو كان فلتت وجريت، انسى بقى، هنعالج ونيجي نربط تاني. خليها تواجه، لان طالما انت بتدي للكلب مفتاح للهروب او مفتاح لحل مشكلته، بيفضل يفكر في المفتاح ده على طول. ده برضه في فلسفه الكلاب، فهم ازاي ان انا ما خليتش للكلب مفتاح يتثبت بيها، ان هو يفكر فيها ان هي دي حلول لمشاكله. جود جير. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب، انتظرونا قريبا حاجات اقوى من كده ان شاء الله.